اهلا وسهلا، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله هاد شهر شعبان يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، ويجينا رمضان ان شاء الله حتى هو ويلقانا بصحه وعافيه ان شاء الله، وعلى جميع المسلمين اجمعين. اليوم غادي نشارك معكم واحد كوكيز اللي كيجي زوين بزاف. خليكم معايا البنات وندوزو ان شاء الله المقادير. نبداو على بركة الله البنات. كما كتشوفوا انا غادي ندير فيه بنانه. كيف ما كتشوفوا بنانه وحده غادي نقبضها، غنمعكها بالفورشيط مزيان بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الصوره. ومن بعد البنات غادي نزيد عليها كما كتشوفوا جوج بيضات، وغنميلونجي المكونات مزيان. ومن بعد غادي نجيب الطراب باش يطرب ليا مزيان حتى من المعلقه. غادي ندير البنات جوج معالق الزبده مذوبه كما شفتوا في الصوره، وغادي ندير معلقه ديال السكر سنيده. السكر الاسمر انا اللي استعملت، الا عندكم العادي البنات استعملوا العادي اللي موجود في البيت. من بعد البنات انا كندير حبيبات ديال الشوكولات كما كتشوفوا، شويه ديال الزبيب، الا عندكم حتى شويه ديال اللوز شويه ديال الكركاع ممكن تدخلوه فيه، وكنزيد انايا شويه ديال العسل. انا درت معلقه السكر على قبل البنت عندي، عرفتوا الوليدات كيبيو شويه ديال الحلاوه داكشي باش زدت حتى ديك المعلقه ديال السكر. وغادي ندير شويه ديال المزهر كيعطي واحد النسمه زوينه. وكما كتشوفوا البنات في الصوره غادي ناخذ كاس معمر ديال الشوفان او الخرطال، وكنبقى كنميلونجي بهاد كما كتشوفوا في الصوره. وغادي ندير كاس حتى هو ما يكونش عامر بزاف ديال دقيق القمح الكامل، وكنبقى كنميلونجي بهاد الطريقه حتى كنسالي الكميه ديال الدقيق. اللي بغيت نقول لكم البنات هو خصو ما يكونش ما يجيش عاقد وما يجيش مرخوف، يعني يكون بين وبين باش ما يجيش كما كنقولوا مدقس، باش يجي خفيف. كنبقى بهذا الشكل كما كتشوفوا في الصوره. وغادي نخليه شويه غادي نخليه شويه، ومن بعد غادي نديرو في الطاوه باش نديرو في الفران. من بعد البنات كنجيب الطاوه اللي غندخل الفران كندير فيها ورق الزبده كما كتشوفوا في الصوره، وكنبقى نحط بهاد الكميه هذه كما كتشوفوا. انا كنديرهم صغارين ما كنبيهمش كيف ما قلت لكم يجيو مدقسين. نتوما الا بغيتو كل واحد كيبغي، الا بغيتي تزيدوا شويه يجيكم كبيبرين شي شويه ديروا زيدوا الكميه. وحتى البنات الا بغيتو تضاعفوا الكميه نفس المقادير كتضاعفوهم. من بعد كنجيب شويه زليفه كندير فيها شويه ديال الماء مع شويه مزار، وكنبقى بهذه الطريقه هكذا كيف ما قلت لكم باش ما كيجوش مدقسين. كنبقى ندير بحال هكا، ومن بعد غادي ندوز باش نديرهم في الفران. من طبيعه الحال انا عندي البنات هي الفران عادي كنشعل العافيه من التحت والطاوه كنديرها من الفوق. بعد ما كملت البنات كديت القهوه ديالتي ضروري ليا من قهوه من مورا الغدا. وها هو كوكيز اللي قديت معكم، ها هو كيف ما كتشوفوا ودرت معاه شويه ديال السلو. عرفتوا دابا الاجواء رمضان ها هي بدات كتبان وقرب ان شاء الله بالصحه والسلامه. كنتمنى البنات يعجبكم الفيديو، اي حاجه خليوها ليا في التعليق وانا نجاوبكم، وشكرا لكم.